من نص كيلو دي هنعمل العظمة دي. اول حاجة معايا نص كيلو دقيق، رشة ملح، باكو خميرة فورية، ومعلقتين كبار سكر. وبعدين هقلبهم مع بعض، وهضيف كمان ربع كوباية زيت عباد شمس او ذرة. وبعدين هضيف مية دافية للعجن. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وهفضل اضيف مية لحد ما احس ان العجينة بدأت تلم معايا. انا محتاجة اعجنها تقريبا 10 دقايق لحد ما العجينة تبقى طرية جدا، انا مش عايزة عجينة ناشفة. فهفضل اعجنها تقريبا، اخدت مني 10 دقايق. عجنتها كويس جدا لحد ما بقت ناعمة جدا، وتحسوها كده بقت عاملة شبه القطنة. حلو قوي. هسيبها بقى تقريبا نص ساعة او ساعة تخمر براحتها في المطبخ في مكان دافي. وبعدين هحضر بقى بقية المكونات. هنا كانت خمرت معايا، بصوا تحفة، فلافي جدا، طرية فظيعة. بصوا عاملة ازاي، حلوة قوي. بعدين بقى هجهز الصواني بتاعتي، هرشهم زيت، وهقسم العجينة بتاعتي لقطعتين. انا هعمل واحدة بالجبنة، وهعمل واحدة بالخضار بس صيامي نباتي تنفع لأي حد صايم. فانا اول واحدة هفردها اهو في الصينية. لو حسيتي انها مش بتتفرد معاكي بسهولة، سيبي العجينة شوية بعد ما تحطيها في الصينية، سيبيها شوية ترتاح وارجعي افرديها تاني، هتلاقيها اتفردت بكل سهولة. هنا بقى هعمل الصلصة السريعة السهلة التحفة. انتوا مش غرب، انا كان عندي اخر حبة صلصة في البرطمان، ضفت عليهم كاتشب وملح وزعتر وتوم بودرة وشوية مية، وكمان هحط لهم شوية زيت. بس كده او بس كده، انا هرج بقى البرطمان. هيكون معايا صلصة بيتزا جاهزة تحفة. ما بتعملش ابدا حموضة، مش هتحسوا بعد ما بتاكلوا البيتزا ان في حموضة او حرقان في معدتكم. خفيفة جدا. هنا بقى كنت مجهزة فلفل رومي، لو عايزين تحطوا فلفل سبايسي هتبقى حلوة برضو. وكنت مقطعة كمان طماطم وزيتون. عايزين تحطوا بصل تبقى تحفة بالبصل. عايزين تحطوا اي خضار عندكم، ممكن مشروم، ممكن فلفل الوان، اي حاجه موجوده في البيت ممكن تحطوها. طبعا عايزين تحطوا سلامي، حطوا بسطرمه، صدق، اللي موجود حطوه. انا هنا عملت واحده بالجبنه وواحده من غير جبنه. طبعا هكون مسخنه الفرن على حراره يعني تقريبا 220، وهدخلها الفرن هتقعد تقريبا تلت ساعه. فظيعه، طالعه تحفه. مش هقول طبعا البيتزا بتاعت البيت احلى من بتاعت بره عشان اكيد بتاعت البيت احلى، بس هي بامانه طالعه حلوه قوي. بصوا الصيامي طالعه عامله ازاي، تحفه بجد، لازم تجربوها، والف هنا وشفا.